السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. وبرضو مش هقول لك اعمل شير ولايك ولا اشترك في القناة، لكن لو عجبك الفيديو بقى اعمل شير ولايك واشترك في القناة لو انت مش مشترك. النهاردة اخبارنا كالعادة برضو اخبار سريعة لكنها اخبار مهمة، وكالعادة اللي موجود على الساحة حاليا او كل يوم خبر جديد بيخص نادي الزمالك. اول خبر عندنا بيخص نادي الزمالك اللي هو اتشيمبونج. طبعا هو مش اتشيمبونج بس اتشيمبونج الخبر الجديد ان هو هدد برفع امر الشكوى للاتحاد الافريقي والمطالبه باستبعاد الزمالك من الكونفدراليه، لان الزمالك ما دفعش المستحقات اتشيمبونج زي ما قرار الفيفا، زي ما قرار الاتحاد الافريقي نص على كده. طبعا احنا مش عارفين، الزمالك كل يوم يطلع له حد يمنعه من القيد، كل يوم يطلع له حد يهدد اللي هو يخلي الاتحاد الافريقي يستبعده من الكونفدراليه. المشكله بقت بايظه والدنيا بايظه والعالم مولد في الزمالك، وده بيهاجم وده بيدافع، والدنيا زي ما قلنا بقت موده وخلطه، بقت مولد وخلطبيط على بعض. مثلا عندنا موقوف في القيد الزمالك عشان شيكابالا، فلوس شيكابالا وفلوس اتشيمبونج، قال لك هستبعد الزمالك من الكونفدراليه. فالزمالك بصراحه مش عارف هيلاقيها منين ولا منين. فده اول خبر عندنا. اول خبر عندنا يخص الزمالك، اتشيمبونج بيهدد باستبعاد الزمالك من البطوله الكونفدراليه لو ما دفعش الفلوس او مستحقات اتشيمبونج اللي عليه. طب ايه تاني خبر؟ الخبر الفضيحه اللي فجره احمد رمضان مدرب فريق اليد بالزمالك. مدرب فريق اليد بالزمالك فضح الزمالك او فضح اداره الزمالك بمعنى اصح، وطلع قال لك ازاي بس انتوا عارفين ميعاد البطوله قبلها والميعاد محدد وكل حاجه، ازاي تودونا الفريق على مرتين، على جزئين، نص الفريق يروح ونص الفريق يلحقه ونص الفريق يروح على الرياض ونص الفريق يروح على الدمام. يعني تخيل البطوله اصلا مقامه في الدمام، فنادي الزمالك مودي نص الفريق على الدمام والنص التاني يروح للرياض. تمام، وكمان مش بس يروح للرياض، ده يروح للرياض ومفيش اتوبيس ينقله، مفيش تكلفه ومفيش فلوس ومفيش اتوبيس ينقله من الرياض للدمام، لولا جماهير الزمالك في السعوديه انقذت الموقف وجابوا اتوبيس للفريق وللمدرب ودوهم الدمام. فاحمد رمضان قال لك دي اداره عشوائيه بمعنى اصح، يعني مرمط الاداره ومش هنستمر في وجودها، وفتح على الاخر وفتح النار على اداره نادي الزمالك. وكمان طلع اخوه، كمان اخو المدرب برضه هدد، قال لك كله دلوقتي بيتكلم، واللي هيغلط في اخويا ده ابويا، واللي هيغلط فيه احنا هنرد عليه، واللي عاوز يجرب وهيبقى مبسوط وهيجيب كمان ناس معاه وتتبسط. ده اخو المدرب احمد رمضان. يعني الدنيا زي ما قلنا مولد وخلطه بيضه بالصلصه في نادي الزمالك. يبقى كده ده تاني خبر عندنا يخص نادي الزمالك. الخبر الصدمه بقى لجماهير الزمالك، الخبر الثالث اللي قاله كابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور قال لك الموسم ده يا جماعه مفيش صفقات، الموسم ده مفيش صفقات، بمعنى اصح مفيش فلوس اصلا تجيب صفقات. فبيقول الجماهير نادي الزمالك مفيش عندنا صفقات الموسم دوت، زي ما قال كده او زي ما قالت صدى البلد، قال لك مفيش صفقات. خالد الغندور يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك، مفيش صفقات. وبعد كده بيقول لك استقر مسؤول نادي الزمالك على عدم ضم اي صفقات جديده لتدعيم الفريق الاول لكره القدم خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: كلام في سرك، الزمالك مش هيجيب اي صفقه جديده هذا الموسم. مش عارف هو بيقول كلام في سرك ليه، ما كل الناس عارفه وكلنا عارفين، كل جماهير مصر عارفه ان الزمالك مش هيعرف يجيب صفقات. يبقى كلام في سرك ايه يا عم خالد؟ كابتن بندق بيحب التهريج زي ما انتم عارفين. بعد كده على الجانب اخر، قرر الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو بدء فتره الاعداد الموسم الجديد في الاول من سبتمبر المقبل. هيبدا فتره الاعداد ومفيش صفقات جديده. وبالمناسبه كان في بعض اللعيبه هددت ان هي مش هتبدا فتره الاعداد لو ما خدتش مستحقاتها
فلسه مستمرين زي ما قلنا في الخلطبيطه بالصلصه في نادي الزمالك. الخبر بقى التاني اللي قاله لنا كابتن خالد الغندور، طبعا احنا عارفين قصه زيزو اللي كل الاعلام بيتكلم عنها وكل القنوات بتتكلم عنها. خبر زيزو احنا كده كده عارفين من الاول ان هم هيبيعوا زيزو، يعني هم مقررين اداره الزمالك كده كده هتبيع زيزو من اول ما جه العرض بتاع الشباب. بس الفكره كلها ان هم عاوزين يجيبوا اعلى عرض، فالعرض كانوا عارضين 5، فعاوزين هم يزودوا ل6 مليون ل8 مليون بحيث يحصلوا على اعلى عرض ممكن. تمام. وفي الاخر لانهم محتاجين الفلوس عشان يجددوا عقد فتوح وهكذا. تمام. وده اللي قاله لنا برضو جريده صدى البلد من كابتن خالد الغندور، قال لك ان زيزو كان هيحصل او في العرض المعروض كان زيزو هيحصل على 2.5 مليون في السنه، والعرض لمده 3 مواسم. هنجيب الخبر اهوت، العرض لمده 3 مواسم. والعرض وصل ل6 مليون، بس الزمالك عاوز عرض يوصل ل10 مليون. طب هو عاوز 10 مليون ليه؟ قال لك لان الزمالك قال لك هيستفيد بالفلوس دي في تجديد عقد فتوح، لان فتوح العقد بتاعه هينتهي الموسم المقبل ومن حقه يمضي لاي نادي فري. فهم عاوزين يبيعوا زيزو بمعنى اصح عشان يقدروا يجددوا في فتوح، عشان يتبقى حد في الفريق ممكن تعتمد عليه او حد من اللعيبه المهمه والمهاريه. ده اللي قاله لنا كابتن خالد الغندور على حسابه على الفيسبوك، وطبعا جريده صدى البلد. الجميل بقى اللي كابتن خالد الغندور ضاف حته كده في الاخر، قال لك بعد ما قال ان الزمالك تلقى عرض لزيزو، قال لك بقى ايه؟ اضاف ان فتوح عقده ينتهي الموسم المقبل ويحق له التوقيع لاي نادي اخر في شهر يناير المقبل، مشددا ان القيمه الماديه لرحيل زيزو سيتم بها تجديد عقد فتوح وضمان بقائه. بص بقى الحته الاخيره، لازم كابتن بوندو يثير الجدل كده بشويه حاجات. قال لك ان زيزو قبل انضمامه للزمالك كان مستواه مختلف تماما. ازاي يا عم؟ قال لك ما كانش بيعرف يجيب جول، ولكن الامر اختلف تماما عند انضمامه للزمالك. يعني زيزو هو جاي كان الراجل ايه؟ ما بيعرفش يجيب جول، كان ابيض عند الجون. ده اللي كابتن بوندو بيقوله. لكن اتعلم يجيب جون فين؟ وهو في الزمالك. طبعا هسيب لحضراتكم التعليق على كابتن بوندو. دي اخبار نادي الزمالك. عندنا بس خبر اخير يخص النادي الاهلي. النادي الاهلي كان بيفاوض مهاجم بيلعب في الدوري الاسباني في نادي اسبانيول، اسمه دياماتا. ده بيلعب في اسبانيول الاسباني، والنادي الاهلي فعلا كان لبى طلباته اللي هو عاوزها، لكن اللاعب رفض الانضمام لنادي الاهلي لانه عاوز يستمر في اوروبا، لان هو مخطط لمستقبله او مخطط لحياته حاجه تانية. دي كانت اخر حاجه، وما زال البحث مستمر عن مهاجم للاهلي، مهاجم قوي للاهلي، لان كهربا اساسا مش مهاجم، بيلعب جناح شمال. واذا عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه اذا ما كنتش مشترك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.